يا صباح الفل والياسمين على حبايب قلبي الغاليين، عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني كتير كتير كتير. الفيديو بتاعنا النهارده بدايته كده نسكافيه وحاجات حلوه. الكوبايه ديت عايزه اقول لكم بتنزل في قلبي، مش بتنزل في معدتي، دي بتنزل على قلبي كده على طول. هنا كنت كده لسه صاحيه، فقلتي اروق كده على نفسي بكوبايه النسكافيه. معرفش، انا ما كنتش كده في الاول، بس دلوقتي بصحى من النوم اللي هو انا مش عايزه اي حاجه غير ان انا اشرب نسكافيه او كوبايه قهوه يا ده يا دوت، عشان احس ان انا تمام. زي بحس ان انا في كده نسبه صداع، نسبه اريافه، معرفش ليه، خلاص بقت مدمنيه ولا ايه، مش عارفه، بس يعني لازم اشربه. هنا بقى كده شربت كوبايه النسكافيه، كانت حوالي الساعه 7 ورحت نازله اتكلت على الله. طب رايحة فين؟ والله لا، يعني أنا مش عارفة، أنا لفيت كتير جدا جدا جدا. الشارع دوت فين؟ هنا كده كنا في وسط البلد، بالظبط في شارع 26 يوليو بالظبط. اهو. هنا بصوا، انا كنت بخلص اوراق لحمادة واوراق لخالد جوزي، فاللي هو عارفين انتوا متخصص اوراق، انا كنت شغالة النهاردة. لفيت لفة حلوة قوي كده بصراحة على الصبح، فقلت افصل ما بين اللفة الاولانية واللفة التانية، دخلت قلت اضرب سندوتشين كده على طول، لاني كنت نازلة على كوباية النسكافيه. عايزة اقول لكم انا الصبح نزلت، يعني شربت كوبايه النسكافيه ديت ونزلت، كانت حوالي الساعه 7 بالظبط، كنت في الشارع. فخدت بعضي ونزلت، رحت فين بقى؟ هقول لكم رحت عندي اسم مصر القديمه كده على الكورنيش بره بعديه بشويه، عشان اخلص اوراق يعني. فروحت قالوا لي لا، مش يعني اوراقك مش هتخلص عندنا، دي اوراقك هتروحي عند قولوا معايا القصر العيني. فروحت لحد القصر العيني، قالوا لي لا برضو مش تبعنا، ده انت هتروحي في لازغبي. فين لازغبي؟ في شارع اسمه لازغبي تقريبا، حاجه زي كده. في المهم يعني في سعد زغلول، فرحت لسعد زغلول. فطلع الاوراق برضو معايا مش كامله. ف ديت كنت بخلص كده اوراق لحماد اخويا، فكانت الاوراق معايا مش كامله. هو اداني الاوراق مش كامله، ناقصه. هو مش كانش عارف بصراحه يعني. ف... ف... فروحنا ما نفعش. فخدت بعض بقى ورحت ضربت السندوتشين اللي انا بقول لكم عليهم دول. بس لا يعني، مشيت من سعد الزغلول، ركبت بقى المترو، نزلت جمال عبد الناصر. رحت بقى قبل ما اعمل اي حاجه والف في اي حته، قلت بقى لا، الناس ناويه النهارده على لفي وهد حيلي ووجع رجلك بزياده، فلا. قلت بقى ادخل، عشان كنت في اللحظه ديت حقيقي انا كنت يعني خلاص خلاص خلاص، كل حاجه فيا عارفين العصافير اللي في بطني ماتت، مش بتسوسو، لا ده هي ماتت فتت. كنت خلاص حقيقي، كنت جعانه جدا. فدخلت بقى قلت ايه، اروق على نفسي واضرب لي الساندوتشين دول. المهم كلت ساندوتشين وخرجت. كنت عماله بقى الف في الشوارع، عارفين انتوا المدمنين اللي عمال يدور على الجرعه بتاعته، اقسم بالله بقيت عماله الف كده في الشارع. المفروض ان يعني في ناس كده بتقف باللي هي المكنه، مش عارفه اسمها ايه، اللي بتاعت القهوه او يعملوا شاي اي حاجه، مش لاقيه. مفيش غير قهاوي يعني، وانا مش هدخل القهوة فاهمني، ومفيش حتى كافيه ان انا اشرب. بس حقيقة انا ما كنتش مجمعة وكنت لازم اشرب حاجة، فللاسف ما عرفتش بقى، ما لقيتش حاجة، فشربت حاجة ساقعة كده وخلاص. وبعد كده بقى خلصت الاوراق وخدت بعضي وروحت. فدخلت بقى على المطبخ زي ما انتم ما شفتوه كده، يعني انا جيت ارتحت. فدخلت بقى المطبخ زي ما انتم ما شفتوه كده، كان يعني يشرح القلب الحزين. بصوا كان منظره صعب جدا، لان ديت كانت مواعين العشاء، وطبعا انا مشيت وسبتها مع الصبح. شربت انا كوبايه النسكافيه، وكندا كوبايه لبن، وكنزي كوبايه لبن، ومش عارفه ايه، ونزلنا. فكان الموضوع صعب في المطبخ جدا. فدخلت قلت ايه اشطبه. بس عايزه اقول لكم بقى بصراحه ان انا وانا بشطبه خلاص، انا كانت رجلي يعني ايه بتقول لي ارحميني يا هسيبك واقع خلاص حقيقي. فخرجت، عشان كده قعدت حتى وانا بطبق الغسيل، لاني انا حقيقي ما كنتش حاسه برجلي. طبعا المتابعين الجيدين لينا يعني عارفين ان انا كان في كسر في رجلي، وكان فيها حوار يعني وكده. ما يعني ما بقدرش اقف عليها دلوقتي كتير.
ما بقدرش امشي كتير، يعني اللي هو لازم اعمل فاصل واريح. فطبعا في الشارع انا ما كانش فيه بالنسبه لي فاصل، لاني انتوا عارفين الاوراق اللي هي تبع الحكومه، المصالح الحكوميه والحاجات ديت بيبقى ليهم ميعاد معين وبيقفلوا خلاص، يعني حوالي الساعة 2 ديت وخلاص. هو كله خلاص كده 2 ديت اصلا، يعني هما يعني اساسا من 1:30 هما خلاص مفنشين الليلة ومفيش استقبال لحد وخلاص بقى اللي هو هيعملوكي اللي هو لا خلاص فاهميني، خلاص بقى عايزين يروحوا. فاللي هو انت عمالة بتجري ومفيش اي فاصل ومفيش اي راحة عشان تنجزي. بس فخدت بعضي ورحت بقيت واخداها دريك دريك، فرجلي يعني الحمد لله الحمد لله كملت معايا الحمد لله، ما قلتش باصلها خالص. فجيت بقى لما خلصت المواعين وجيت هنا، فكنت خلاص بصراحة، فقلت المفروض ان انا كنت خارجة اريح. فلما دخلت لقيت الغسيل كان فيه جزء متطبق ومركون، الغسلة ديت او غسلتين والله ما متذكرة قوي، لميتهم وما طبقتهمش. فانا ما بحبش الغسيل، بحسه اتطرب، بحسه ما بقاش نضيف، بحس اما بنلبسه ما بتبقاش ريحة المسحوق فيه زي ما هو. فقلت يا وانا قاعدة برتاح هبقى ايه امسكه اطبقه بالمرة، يعني منها ارتاح ومنها هبقى ايه بطبق الغسيل. بس فخلينا هنا كده كنت خلصته، يعني انا ما خرجتش من الاوضه لما خلصته، بس التليفون فصل. ف ما كانش باين يعني ان انا خلصته معاكم. هنا بقى كنت دخلت، عايزه اقول لكم ان انا ما كنتش. اطلعي بره، اطلعي بره، اطلعي، اطلعي طبعا عشان هضربك، اطلعي. ما كنتش ناويه بصراحه ان انا انزل تاني اجيب اي اكل من بره ولا اجيب اي حاجه من بره. خلاص كنت خلاص 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 يعني. فانا كنت ناوية والنية لله ان انا اقلي لهم بطاطس وخلاص. حلوة قوي كده عليكم، بالنسبة لي الدنيا كده اتراضت يعني. كله بطاطس مقلية وحبة سلطة وعيش حلو كده، واحمدوا ربنا واتقوا ربنا فيا وكده، حلو قوي. فلقيت الموضوع بقى ايه، كنزي اللي قالت لي، هي كنزي اللي تعمل لها بضعف قدامها والله، يعني ابقى ناويه مثلا مش هعمل اكل النهارده وحاجات خفيفه وخلاص. كنزي هي اللي بتخليني ايه اضعف قدامها، ولا يا ماما انا جعانه، لا يا ماما مش عايزه اكل بطاطس، لا يا ماما مش عارفه ايه. فقمت بقى بصيت، ثواني يا كندا، ثواني. فقمت بقى يعني قلبت كده في التلاجة، لقيت هما كام حتة البانيه اللي دول والله ما في غيرهم. رحت ماسكاهم، اقفلي الدرج واطلعي بره. رحت ماسكاهم فرمتهم في الكبة، وزي ما انتم ما شفتوا سلقت بطاطساية وعملتهم ستريبس كده على طول. وعملتها زي ما انتم شايفينها كده، معلقتين حطيت البانيه على البطاطس على التوابل على معلقتين البقسماط، ورحت عاملاهم مع بعض. وهنا حطيتهم في اللبن وبعد كده في البيض، قصدي في الجيتار، معلش. المفروض ان هي كانت خلطة كريسبي، بس انا ما كنتش ناوية انزل تاني، قلت والله العظيم ما هعملها باي حاجة، لو ما فيش حتى بقسماط برضو هقلها لكم كده. فرحتي خرجت. بصي هنا كنت بوريكم ان هي مقرمشة بس الصوت روح. بصوا هنا كده كنت خلاص اهو، وكان عندي شوربة سلقت